هل أصاحب مديري؟ هل أصاحب زمايلي في الشغل؟ أنا مش عارف أقول لك آه أو لأ، بس وقت الشغل للشغل، والوقت اللي بعد الشغل لحياتك. فبعض الناس بيحب إن هو يصاحب زمايله في الشغل أو يصاحب مديرينه، فبالتالي بيشيل الفاصل ما بين الحياة اللي بعد الشغل والوقت جوه الشغل. فإيه اللي بيحصل؟ بيلاقي نفسه لو هو عنده أي أخطاء في الشغل ومديره بيحاسبه عليها، إيه ده إحنا كنا خارجين مع بعض امبارح، فبيفتكر إن هنا حصل عدم الصداقة أو إن هو قلب عليّا. لو أنا زمايلي ارتبطت بيهم أكتر كإنهم صحاب، لو حصل conflict أو نزاعات بافتكر إن هم باعوني واتكلموا في ضهري وهكذا. طب هنا نعمل إيه؟ صاحب مديرك أو صاحب زمايلك في الشغل على أساس إنه صاحب صاحبك اللي بتتعرّف عليه للمرّة الأولى. يعني إيه؟ لو أنت خارج مع واحد صاحبك وبيعرّفك على واحد صاحبه أنت ما شُفتوش قبل كده، فأنت تعاملك معاه أول مرّة هيبقى عامل إزاي؟ ولا formal أوي ولا friendly أوي اللي أنتم خلاص صحاب وعارفين بعض، بيبقى الكلام ما بين الاتنين فيه حَذَر شوية وفي نفس الوقت بيدّي انطباع لطيف. كذلك لو أنت في بيئة عمل خلّيك على طول ماشي منضبط، طريقتك لطيفة، ولا هي formal أوي بحيث الناس تقفل منّك، ولا friendly أوي اللي إحنا فتحنا واتكلّمنا في حاجات برّه الشغل. فبالتالي أي حاجات خاصة بالشغل لمّا يحصل فيها نزاعات، تلاقي إن الreference بتاعنا هو الشغل مش العلاقات الخارجية.